السلام عليكم. صبايا، مثل ما وعدتكم اليوم على اللايف قلت لكم حأعمل لكم وصفة لتبييض الأسنان. قلت لكم مكونات بسيطة كتير موجودة بكل منزل. مكوناتها هي المكون الأساسي الملح بفيد جدا بتنظيف اللثة وريحة الدم، بيروح الجراثيم من الدم بشكل رهيب. فالملح كتير فوائده عظيمة للثة. معجون أسنان أي نوع متوفر عندك، ما بتفرق غالي رخيص، ما بتفرق، المهم معجون أسنان. بس المكون الرئيسي هو كربونات الصوديوم. هذا المكون هو اللي بيعطينا بياض. مثل ما نكون شايفين حاطين نحنا معلقة ملح كبيرة، فحنرجع نحط هون معلقة كربونات الصوديوم، يعني نفس المقادير، معلقة بمعلقة. انت فيكي تعملي أصغر يعني من هيك فيكي تساوي، بس أنا هي بكفيني أسبوع. هذا الصحن الصغير بكفيني أسبوع. بستخدمها أبدا ما بتخرب ولا بحطها بالبراد ولا شي. هذا معجون الأسنان، بنحط الكمية اللي بتعجبنا. فكرة كربونات الصوديوم بيعطي بياض بشكل رهيب. يعني انت جربي الوصفة 3 مرات باليوم رح تدعيلي. طبعا للناس عم بحكي الأسنان عادية، مو اللي عندهم مثلا سواد كتير قوي أو هيك، أكيد ما حيشيل. يعني للناس اللي عندها صفار بسيط بيشيل. ومجربة كتير لالتهاب اللثة، مفيدة جدا جدا، يعني عن تجربة على فكرة. هون أنا هيك يعني رجعت حطيت كمان شوي معجون. لازم تكون مغرقة مظبوط، الملح والكربونات الصوديوم يكونوا مغرقين مظبوط، ونخلطهم كتير منيح. حنلاقي نتيجة كتير حلوة من أول مرة. حاولوا صبايا تاخدوها يعني باليوم 3 مرات، يعني بعد كل وجبة. وإذا شربنا قهوة خلينا ناخدهم بعد كل شرب قهوة. شايفين هيك حيكون قوامه بعد كل فنجان قهوة، أو بعد الشاي، أو بعد الفطور. فهيك بنحس حالنا كتير إنه ابتسامتنا اختلفت، حتكون بيضة صدقوني. وحتدعولي بعد ما تجربوا هالوصفة. جربوها وخبروني بالكومنتات.